السلام عليكم. ده الدوري المصري، وده ملخص الأسبوع الثالث. أنا شفت السحن دي فين قبل كده؟ أمامية من قده، خطيرة خطيرة. نبدأ الأسبوع بماتش طلائع الجيش وفاركو. في الدقيقة 65 يدي الجيش واحدة في العضل لفاركو، ويخسر فاركو 1-0. يا حمار، قلت لك في العضل مش في النص. وندخل بعدها على ماتش البنك والكهرباء، الماتش اللي قعد 95 دقيقة عشان نشوف أول أجوان. وبعدها على طول يرد الكهرباء في الدقيقة 97 ويجيب التعادل ويخلص الماتش 1-1. ومنه الماتش الاتحاد والإسماعيلي اللي يخلصوا جين أبوكا لصالح الاتحاد. ونروح بعدها لقمة الجولة بين بيراميدز والمصري، يبدأها إيفرتون بواحدة برازيلي كده ويجيب الأول، وبعدها يرجع المصري عن طريق عبد الرحيم دغمو، ويرجع يتقدم تاني بيراميدز عن طريق مايلي قبل ما يختمها عمر الساعي ويكمل في التألق، ويا رب يثبت على كده. ونبدأ اليوم التاني بماتش سيراميكا وإنبي، يجيب أبو ليلى أول الأجوان ويفكرنا بحلويات زمان. وبعدها دربكة من دفاع إنبي تروح الكرة لإسلام عيسى ويجيب التاني. ومنه على ماتش دجلة وبتروجيت اللي يخلص 1-0 لصالح بتروجيت. ونختم اليوم بماتش المحلة والجونة اللي خلص 0-0، وكابتن علاء عبد العالي مارس الأجل فوتبول 3 ماتشات مفهومش جوان. ونيجي بقى لختام الجولة، ماتش سموحة وزد، يسجل سموحة الأول من متابعة قبل ما يجي ميسي ويجيب جون التعادل بلمسة حلوة ويخلص الماتش 1-1. ونروح لآخر ماتش في الأسبوع بين الزمالك ومودر، عبد الله السعيد يدي واحدة حلوة لألفينا اللي يجيب جون برازيلي أصلي. طمنوا، برازيلي برازيلي، مفيش كلام، برازيلي برازيلي. ولسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ الشوط التاني شيكو بانزا يشوط واحدة في إيد أبو جبل، بس ده العادي بتاعه. يا ابو جبل الله عليك يا ابو جبل. ويسجل الونش الجون الوحيد لمودرن بالخطأ في مرماه ويخلص الماتش 2-1 للزمالك. وبس كده خلصنا الأسبوع الثالث. سلام. سلام للباشا وهو ماشي.